السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بما انكم المغرب دولة قوية، واش يديروا مئات الالاف من المغاربة في الجزائر الوقت الحالي؟ خرجوا غير في السنوات الاخيرة هذه مئات الالاف، تعرفوا مئات الالاف من المغاربة واش يديروا في الجزائر؟ واش يديروا في الجزائر؟ لا خلي غنجاوبوا. واش قال شي مغربي قال شي مغربي احنا دولة قوية ولا اقتصاد قوي؟ يا ما بين السطر ما بين الاسطر، هذا واش اللي تبغيو تقولوا؟ حنا مرحبا بهم، حنا اللي شوف. اسمح لي درك شوفها سي رشيد، شوف سي رشيد، شوف سي رشيد على بالك. شوف سي رشيد على بالك. على بالك شوف ما تهضريش قبلي اختي، جيت قبلك انا. لا انا نجاوبك على هذه النقطة. ماذا يفعل الملايين من المغاربة؟ أول حاجة ما كاينش الملايين، ثاني حاجة المغاربة خدامين بحال أنا عندي كلمات راح نقولها وراح نمشي. هذا ما كان نجاوبك على ما نخليش والله هذا دوري في الكلام، أنا عندي زوج كلمات راح نقولهم وراح نروح. هذا ما كان الله يحفظك. عندي زوج كلمات راح نقولهم وراني هابط، مانيش قاعد. لا ولا تكلمي واش تحبي تقولي. لازم يكون الانسان متناسق في الكلام نتاعو. لما تجي تقول مليون الجزائر ما يهمنيش. انا نقول لك حاجه، الجزائر عندها 1000 مليار ديدات هكذا باش ترقد مليح، تحطوا مخد عند رؤوسكم وترقدوا. انا ما يهمنيش، فهمت؟ انا عندي واقعه، هو ان مئات الالاف من المغاربه في الجزائر يجيو على باش يجيو باش يخدموا. حنا الشعب الجزائري حنا رانا عارفينهم باللي هما في فقر شديد، يجيو يخدموا مع خواتهم الجزائريين، يتقاسموا معهم الخبزه ويروحوا. غدوه لو كان يظهرنا نحوزوهم في ثانيه نحوزوهم، ما كان حتى مشكل، ما عندنا حتى مشكل. ابرنوس والله العظيم على ما تضحكني كي نشوف ابرنوس. والله غير نقول يعني ابرنوس انت عندك قوه خارقه في لي سكاتش، على ما ديرش سكاتش مع الاخر، مع عبد القادر السيكتار. والله العظيم راك تقدر تكون لو كونكورون نيميرو 1 تاع عبد القادر السيكتار. والله ما عندكش الحق انك يا برنوس خليو بنت المقتل. الله يرضي عليك برنوس لا جوري فاكسين. والله تعجب. شوف انا شوف لي مانيبيلاسيون دو فول ولي استراتيجي نتاع نوام شومسكي قاريهم الي روتور، والشعب الجزائري على بالك قاري. ماهوش يعني ما عندناش حنا 40% من الناس الاميين اللي كانوا في المغرب. احنا رانا في مستوى واحد اخر. خلاص قولوا ابقاو كذبوا على روحكم. شفت والله غير ضحكني يا براس. والله عندك موهبه في سكاتش. شوف جمال كوميدي كلاب. هيا السلام عليكم. شكرا. الى سمحتي بنت المخزن، بنت المخزن اختي الله يستر عليك. لاله الله يكبر بك. لاله خليني نتفاعل معاه وداك الساعه. الله يكبر بك، الله ينصرك والله يحفظك. الله يحفظك يا اختي، الله يحفظك. شوفوا ديروا واحد الدراسه الطريقه باش كيتكلم وداك الشيء اللي كيقولوا هذا السيد هذا اللي سميتو التهامي. شخصيا يعني كشخص يعبر عن واحد النرجسيه، واحد جنون العظمه غير مسبوق. ملي كيقول حنا قادرين نحوزوهم، وكيقول بان حنا راه قاريين ماشي بحال المغرب اللي فيه الاميين ما فيه. دونك شوفوا الخطاب نتاع كنسميها التضخم التنعكسي، داك ليغوسونتريزم المتضخمه عند هذا السيد هذا. ف كان ممكن نقول هذه الهضره هو كيسمع، ولكن لانه نزل ولا ما عرفتش شنو وقع، قال لك هو عنده هضره غادي ينزل. لا بطو برنوس راه كيسمع. ما علينا هو كيسمع. المهم غادي نقول له بان ذاك اللغه باش كيتكلم راه لغه فيها التعالي بزاف، والتعالي امر مذموم جدا، لا اخلاقيا ولا دينيا ولا تربويا ولا ما الى ذلك. ثانيا بخصوص العدد اللي قال ديال مئات الالاف، شوفوا الخطاب الذي يروجه هؤلاء، وكنتكلم على هؤلاء هذا النوع هذا. وبعض المتحدثين في بعض الوسائل الاعلام مئات الالاف. لاحظوا معي بان العدد اذا كان 10000 ولا 15000 ولا 7000 ولا 20000 ولا واحد العدد اللي محسوب عادي جدا، كيردوا هما مئات الالاف. وملي كنقولوا مئات الالاف يعني تقدر توصل حتى المليون. وهذا المليون هذه ما كاينه لا في اسبانيا لا في فرنسا
لف هولندا وبلجيكا اللي فين ما خرجتي كتلقى مغربي. اي واحد غيخرج بلايف في هولندا، الرجل الاول الثاني الثالث غادي تلقى مغربي. في بلجيكا نفس الشيء، في فرنسا نفس الشيء، تمشي لباري تدير اللايف، الرجل الاول او المراه الثانيه الثالثه الرابعه غتلقاه مغربي او مغربيه. هادو اللي ما كاملينش حتى ما عرفتش شحال العدد نتاعهم. هاد خونا هذا كيقول لك مئات الالاف في الجزائر، وهذا العدد هذا انا ما عرفتش شي بعدا بواحد المناسبه نقول له داك الملعب نتاع قسنطينه فين لعبوا نصف النهايه، وهي النهايه جايه غادي يلعب المغرب مع السنغال. زعما هاد مئات الالاف هادو ما كاينينش في الجزائر العاصمه يجيو يتفرجوا في نيلسون مانديلا؟ فين هما هاد مئات الالاف؟ لانه يستحيل يكونوا مهاجرين مغاربه تما وما يمشيوش يتفرجوا في منتخب بلادهم. اذا لماذا تسوقون لرقم؟ ثم القضيه ديال اننا نحوزوهم. لاحظ معي العقليه البومديانيه الخبيثه، لاحظ معي العقليه البومديانيه الخبيثه جدا اللي ما قالوهاش حتى الصبنيول، عامره بالجزائريين والمغاربه، عامره. وهاد المغاربه وهاد الجزائريين باش نكون امين وما نكونش كندير يمارسون في نسبه يعني مهمه منهم واحد العدد نتاع الاشياء غير قانونيه. مغاربه وجزائريين راهم تما يمارسون في نسبه مهمه منهم واحد بزاف الحاجات غير قانونيه، ومع ذلك الاسبان باحزابها اليمينيه المتطرفه لم يتحدث يوما احد منهم عن انه يحوز المغاربه ولا الجزائريين يردهم لبلادهم. لاحظوا معي العقليه يعني الخطيره جدا اللي كيتفكر بها السيد هذا. دابا غادي نجاوبوا الجواب النهائي. هاد المغاربه هادو اللي كاينين تما راه كيديروا مهن ما يقدروش يديروها جزائريين. يعني خصكم تشكروهم وخصكم تخلصوهم 10 المرات اكثر من داك الخلاص اللي كتعطيوهم، لانهم على الاقل كيعطيو معنى البنايه الجزائريه، كيعطيو معنى الفنون العيش الجزائري. لانه في غياب هاد الصناع مولين المهن مولين الحرف، لم يكن لا للسي عبد المجيد ولا بوتفليقه ولا اي واحد من النظام الجزائري شي حاجه يفتخر بها ويرسمها عنده في دوك الصالات نتاعو. المسجد الاعظم في الجزائر، وعندي اللي ساضطر مع هذا النوع ديال البشر نجيب فيديوهات ونجيب صور توثق، لان الحرفيين المغاربه هما اللي خلاو هذاك المسجد في ذاك الحله من الطراز التقليدي، في القبص نتاعو، في الخشب نتاعو، في كاع داكشي اللي تخدم او نيفو اكسسوار، او نيفو نقولوا ديزاين انتيريور في المسجد الاعظم. ما تقاطعنيش خويا، ما تقاطعنيش. زيان اقسم بالله. شوف نقسم انا دابا، شوف انا غنستناك، انا غنقلب لك دابا على الدليل. دابا انت غنفتح الكاميرا وغادي تشوف. المسجد الاعظم في الجزائر بناه الصينيون واثثه على مستوى التصميم الداخلي مغاربه حرفيون. سميتو سميتو ذاك المسجد اللي كاين في تلمسان، كاين فيديو لبوتفليقه كيقول لهم ان الترميم نتاع هذا لن يقوم به الا المغاربه. فيديو نتاع بوتفليقه وانا غنقلب لك عليه وغادي تشوفوا دابا الزلايجيه والقباصه وكاع المهن الحرفيه. قصر المشوار، شكرا. قصر المشوار، لولا المغاربه لما كان لكم بما تفتخروا بشي حاجه سميتها الزليج وتمشوا ترسموه في التونيات نتاع المنتخب الجزائري. وهذا ماشي انا لا نمن عليكم، هذوك خدامين تما يجب ان يشكروا عوض ان يهانوا بهذه الطريقه هذه الغير اخلاقيه والغير انسانيه، التي تعبر مرة أخرى على أن العقلية البومديانية هي عقلية يمينية متطرفة غاية في الحقارة، غاية في الحقارة. هادو خدامين تما بعقليتهم، لا يتسولون. الفكرة أنا كنتكلم على العقلية البومديانية عقلية غاية في الحقارة. أما بومدين الله يرحمه، بومدين كان سيدكم، بومدين الله يرحمه ما تقاطعنيش. بومدين الله يرحمه. اما العقليه نتاعو عقليه راه بانت في هذا السيد هذا اللي كيقول لك نحوزوهم. نقول نحوزوهم معنى انك انسان ما غير سوي نفسيا، ما فيهاش. ثم كنت وصلت لواحد الفكره. يا ربي يخليك راه ما يخليكش برنوس، ما يخليكش صافي.
سعيد غربوا لي واحد شويه الفكره عطيك مهمه. كلمه صافي شكرا، اسمحي لي بزاف اختي لا الله يكبر بك، شكرا سمحي لي. خليهم لي انا ما كنعرفش النقاشات السياسيه وهذا الشيء هذا. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. وعليكم السلام. الدم وطلعتوا من ديكم. سي برنوس راه كلامو صحيح، راه ولد دربنا سميتو حميد راه كان خدام في الجامع ديالكم اللي ما تحلش نهائيا ديفينيسيفمون، ما تحلش في رمضان، ما صليتوش فيه. ما عرفتش انا علاش كتفتخروا به وانتم ما صليتوش فيه. يلا دخلتوا لي المنتخب المغربي الجزائري ديالكم، دوك الوليدات اللي شحنتوهم وعمرتوا لي مرات ديالهم في الاخر سميتوهم العروسه، فجا العريس عطاكم ثلاثه وصيفطكم لديوركم. الاخ تيقول لك بان كاين الملايين ديال المغاربه قهرهم الجوع. حنا ما قهرناش الجوع، ولينا فريض بغيتو تقول لنا قهرنا الجوع، حنا ما عندناش البترول والغاز. اش كيديروا الملايين ديال الجزائريين عندكم في اوروبا؟ نتوما راه البترول والغاز اصاحبي. عمرك شي خليجي مسافر ولا هربان من بلاد؟ وانت علاش تهرب من بلادك؟ عندك البترول والغاز، انت علاش تهرب؟ علاش تخرج من الجزائر؟ انت خاصك انا نمشي نسافر عندك، انا نمشي نهرب عندك، انا نمشي نخدم عندك. يلا البارح عندكم متقاعدين ديال الجيش، نتوما كتقولوا عندكم اعظم جيش والجيش وحرر الجزائر. علاش البارح دايرين وقفه الطناب ديالكم ما بغاش يعطيهم الحقوق ديالهم؟ كتطلعوا هنا كتبجحوا علينا، كتبقاو علينا حنا من انتم؟ طيب من انتم؟ ماذا تصنعون؟ اللي طلع هنا كيقول لك القضيه، قال لك واحد القضيه الصحراء المغربيه تافهه. لا ماشي تافهه، قضيه الصحراء المغربيه قضيه الشعب، راه ماشي قضيه الملك بوحده. الله ينصرو الله يطول في عمره، هذيك راه قضيه الشعب المغربي. كتهضر على تطبيع، انا كمغربيه وهذا راي يخصني كنقول لك شالوه من هنا، بلعها دوزها بالماء، دوزها بكاغيط، طاح راسك في الحيط، شوف كي غدير لها. المهم شالوهم. انا اسرائيل ما بغاتش تقسم لي ارضي، انا اسرائيل ما طردتش المغاربه. اوكي، قلتي لي ما كتحاورش النساء، انت لا تحاور النساء ولكنك تتقن ضرب اعراض النساء. انت لا تحاور النساء المغربيات ولكنك كدير اللايفات وكتقذف اعراض المغربيات. قالك الشعب الجزائري معروف بالضيافه والشعب الجزائري معروف بالادب. اي ادب؟ وانت وكاله الانباء ديالك في رمضان كتقول بان الزريبه المغربيه كتاجر في بناتها وكتاجر في ولادها. حنا ولينا عندكم بضاعه هنا. طيب ما طلعش هنا تبجح وما طلعش هنا تضرب الوطني لان ما عندكش وطن. الوطن اللي ما كيحفظلكش حقك ماشي وطن، الوطن اللي كتهان فيه ماشي وطن. الوطن اللي يلا طلع البرلمان الاوروبي كيقول لك بانك انت عندك ملايين الاسرى ماشي وطن. الوطن اللي كيتغتصب فيه طفل عنده 15 سنه ماشي وطن. الوطن اللي كيجيب المعارضين يضربهم بالاعدام ماشي وطن. الوطن انت اللي ما تقدرش دير فيه وقفه في بلادك وتحتج بدون تصريح ماشي وطن. انت ما عندكش حريه تعبير في بلادك، انت ما عندكش الديمقراطيه. حنا ملوك التاريخ. سطر لي على كلمه الملوك لانك جبتي سيره المملكه، فانت تتمنى ان تكون مملكه. ما عندكش تاريخ، انت هايم في التاريخ. انت المغرب من حكمك، هذا الواقع. حكمك حتى برؤساء مغاربه. ما تطلعوش هنا تبشعوا علينا، وما كتطلعوا كلكم باش تقولوا ثلاثه اربعه ديال الكلمات تختصرهم وتخرجوا. ولعلمك اي واحد فيكم طلع هنا ما كرهش يخرج على السطر وما كرهش يسب وما كرهش يضرب في الاعراض، ولكن ما تقدروش تضربوا في الاعراض هنايا، ما تقدروش، لان صاحب الله مزيركم سد لكم السمطه. انت ما عندكش تاريخ، انت ما عندكش نظام، انت ما عندكش حق. طيب انت المعتدي ونحن المظلومون. انت هنا كتطلع كتناقش معايا وكتهضر معايا وكتقول لي النظام تمخزن. اش دار لك النظام تمخزن؟ هجرك، قتلك، جاي هنا تدويري على اسرائيل، وراه السلاح ديالك راه اسرائيلي. انت اش كتصنع؟ انت واش كتصنع شي حاجه؟ انت ما كتصنع والو. انت الا كنتي ضد اسرائيل وراه فرنسا ماسونيه تدعم القدس انها تكون عاصمه فلسطين. روسيا قال لك مجزره شتيله، ما شتيش مجزره البوسنه والهرسك اللي دارتها روسيا؟ ما شتيش مرايات السوريين اللي تهجروا؟ ايران شنو دارت؟ نتوما كتدعموا الارهاب لان الفيلق الايراني اش كان كيدير مع شنقريحه قبل شهرين في اجتماع خاص بالشهر؟ شنو كان كيدير؟ واش شنقريحه في الكتاب الاخضر ولا الكتاب الارهاب اش كان كيدير؟ كان كيقتلكم. نزار اش كان كيدير؟ شنو الفرق ما بين نزار وما بين شارون الاخ؟ شارون كيقتل الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني كيدافع على راسه. نزار قتلكم وذبحكم وهجركم، وجبهه الاسلام الايرانيه كانت داخله معكم في العشريه السوداء وهربتوا من العشريه السوداء ودخلوكم المغاربه. واليوم نتوما كتسبوا المغاربه وكتسبوا اعراض المغربيات وكتنكروا خير المغاربه. نتوما ما عندكمش اخلاق، نتوما بلا هويه، نتوما بلا تاريخ.
مع احترامي الاحرار فيكم، لان حتى الحر فيكم كتسموا عميل المخزن، حتى الحر فيكم كيدخل الحبس. شكرا بنت المخزن. تحياتي لكم. مرحبا مرحبا. وانا غادي ننزل. تحياتي لاختي رشا، السي سعيد برنوس، لكم كاملين. الله، الوطن، الملك، الصحراء مغربيه والجزائر مقاطعه فرنسيه، والنظام العسكري الجزائري نظام أرعن جدا. ممكن تفاعل الاخوان؟ تفضل. خذ الى برنوس بغيتي الكلمه ولا ندوز لواد لا، غادي ندير التفاعل هذا مع قدر، ومن بعد غادي تفضل السي برنوس. خذ الكلمه فوق ما بغيتي انت السي برنوس. خذ الكلمه. انا المس بعدا واحد التطور في طريقه النقاش عند قادر. التطور ديال النقاش عند قادر انا المسه. برنوس باش ما نظلموش انا كل ما جا عندي هكا داير معايا وكنحترمو كيحترمنا زعما بكل صراحه. لا كتحترموا واحد كيسبكم ويسب لكم الملك ويسب لكم المغاربه وينعتكم. انا ما شفتوش. لا ما شفتوش. ياسير عنده الطابع ديال السبان، هذا هو المنتج. كولايور الله يحفظك الله يحفظك. غير سمعني واخا لا كولايور الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. لو المغربي يعطيني ساميل والله يا ماني واخدها هكا تيقول. كولايور الله يحفظك والله يحفظك الله يحفظك. خلي يجي الدور ديالك وقول الحق. لا كنبغيو غير واخا ما تحلفش وخلي نخلي الاخرين وباي حق تجي وتاخذ الكلمه. ديال المتخاصمين. من شحال ما غادي نكونوا كنعبروا فعلا على اننا الناس اللي كنمثلوا بلدينا احسن تمثيل. دونك دعوني امر الى القضيه نتاع العلاقات المغربيه الفرنسيه وعلاقتها بالتصويت الاخير اللي وقع في البرلمان الاوروبي. وجوابا على السؤال ديال قادر حين قال علاش هاد بالضبط الان وعلاش بعد 25 سنه، فاعتقد ان الجواب يعني راه عنده غير ما بغاش يقولوا، وهو اللي كيأكد هاد الخصومه اللي ولات مع فرنسا غاديه كتطور شويه بشويه وكتبان للعلن. اي نعم كانت في واحد الوقت مستتره، ودابا راه غاديه وكتكبر، غاديه وكتبان، وغاديه وكيتعبر عليها في الصحافه الفرنسيه. حنا في المغرب سبقناهم شويه، حنا كاين على مستوى المواقع والصحافه المغربيه تكلمت على هاد الخصومه هذه يعني مش شحال هذه تقريبا واحد عامين على الاقل، ولكن فرنسا شويه بشويه الان ولينا كنشوفوا حتى الصحافه الفرنسيه ولات كتكلم على هذه القضيه هذه. دونك الان غادي نتسائلوا شنو هو طبيعه المشكل اللي باقع بين المغرب وفرنسا، لان هذا هو الاصل نتاع المشكل. الاصل نتاع المشكل هو ان المغرب في مرحله معينه في اطار يعني تموقعات جديده ارادها لنفسه دفاعا عن مصالحه سياسيا واقتصاديا، ارتأى انه الكلون القديم يعني التحالفات ديالو القديمه الكلاسيكيه خاصها تجدد. وبالتالي اذا كانت فرنسا رغم كل التحالفات اللي كانت سابقه بين المغرب وفرنسا تاريخيا، نتكلم على 4 العقود ولا 5 العقود، ولا لم تؤدي الى حل المشكل، لم يستفيد منه المغرب اي شيء تجاه يعني الحل النهائي نتاع المشكل ديال الصحراء الغربيه المغربيه. وبالتالي فمؤخرا هذه واحد 4 سنين 5 سنين تبين للنظام المغربي للمخزن المغربي للدوله المغربيه ان هاد فرنسا هذه ما كافياش، وبالتالي خصني نقلب على شركاء اخرين سياسيين اللي دعموني في الملفات نتاعي، ماشي سياسيا فقط، اقتصاديا ايضا. وهذا الامر هذا راه واضح للعيان، يعني غير اللي ما بغاش يطالع مزيان على طبيعه الشراكات الاقتصاديه اللي دارها المغرب مؤخرا هذه 5 سنين تقريبا مع روسيا، مع الصين، مع انجلترا، مع الامريكان، ومؤخرا مع اسرائيل، يعني واحد العدد نتاع الدول
اللي كانت بعيده على الاجنده الاقتصاديه المغربيه صارت اقرب، وصارت تتدخل وصارت تستثمر. كانوا حلفاء تقليديين هما فرنسا والخليج، كنتكلم على السعوديه والامارات، ولكن قطر حتى هي راها داخله، حتى هي عندها استثمارات ديالها، دول اخرى خليجيه، الهند، الصين، يعني التنويع ديال الشركاء الاقتصاديين. وبالتالي غيولي هاد الشراكات الاقتصاديه واحد الضامن لمواقف سياسيه متزنه تجاه الوحده الترابيه نتاعو. تضارب المصالح يمكن نعم، تضارب المصالح ماشي تضارب، قول هو العكس، هو العكس. انا حاجة ايجابيه تضارب المصالح يعني. لا، هو ماشي تضارب، هو توازي المصالح، قول يعني العكس، هو توازي المصالح. وهذا الشيء وهي نفس السياسه اللي انتهجها في افريقيا، هي انه عوض ما يمشي للمقاربه التقليديه اللي نهجها النظام الجزائري بمنح الامتيازات وتحييد المديونيه لبعض الدول، ولا تعطي فلوس لبعض الدول باش تساند البوليزاريو. المغرب لقى بان الحضور ديالو الافريقي خاصو يكون اقتصادي، استثمارات، الغابون، الكاميرون، كوت ديفوار، السنغال، دول اخرى اعتذر ان لم اذكرها. كاين الان حتى علاقات اقتصاديه مع جنوب افريقيا، لان هذه اللي مازال ما فهمتهاش وانا اتساءل بخصوصها، كيفاش ان جنوب افريقيا هي الخصم الاول الثاني عفوا في افريقيا المغرب في وحده الترابيه نتاعو، وكاين مازال كاين يعني مصالح جنوب افريقيا على الاقل هنا في المغرب. واحد الشركه نتاع التامينات مثلا من بين اكبر الشركات نتاع التامين في المغرب، واعتقد حتى المغرب عنده استثمارات في جنوب افريقيا اللي غتكون حتى هي يعني في نفس الوزن وفي نفس القيمه. وبالتالي قلت بان المغرب مشى في هذا الاتجاه هذا، انه يخدم الاستثمارات ديالو، وهذه الاستثمارات هذه غادي يكون عنده واحد الوزن كبير في قرارات سياسيه ممكن تاخذها من بعد هذه الدول هذه. وهذا امر يعني انا بالنسبه لي كمتتبع بسيط جدا، انا لست اقتصاديا ولست سياسيا من مستوى كبير او لا محلل من مستوى كبير. السؤال انا غنكمل حقيقه، انا غنكمل، تفضل. متى هي المغرب صح اونجاجا في هذه الامور، عندها 10 سنوات في افريقيا، النتائج متى نشوفوها؟ ما شفناهاش على مستوى الاتحاد الافريقي. متى النتائج؟ شوف، الملف اللي خدا 60 سنه اكيد ان الحل ديالو ما غاديش يجي في 50 6 سنين. لا شوف، الا كنا كنتكلموا على استثمارات في واحد الدوله اللي ديالتك وفيها ولاد بلادك وما كيبانوش النتائج على 20 سنه 25 سنه، ومن بين واحد العدد نتاع الاستثمارات الكبيره هنا في المغرب اللي كتفسر حتى المديونيه التي تستهزئون منها اخويا قادر. القضيه ديال ارتفاع المديونيه كنتكلموا على دي بروجي، دي كرون بروجي، اوراش كبرى في المغرب اللي النتائج ديالها ما غاديش تبان على 10 سنين 15 عام 20 سنه. منها تي جي في راه دابا قريب يسالي ما عرفوش 5 سنين ولا 6 ولا 7 سنين، ما كنتعرف بالضبط. واضحه الشعب. كنتكلموا على اكبر ميناء في افريقيا وهو ميناء طنجة المتوسط اللي حجم الاستثمارات ديالو حجم المداخيل ديالو ماشي اقتصاديه اظنوش. لا انا كنتكلم لك، شوف هي ملي غادي يبان الربح الاقتصادي، انا داك الاثر السياسي غادي يكون الاثر السياسي، غادي يكون الاثر السياسي. نهار اللي غتدخل انت مثلا، غتدخل انت جوج شركات نتاع الابناك في واحد الدوله معينه وغادي تشد السوق البنكي، والدليل انه السي عبد المجيد الرئيس الجزائري نتاعكم اخي عبد القادر راه غادي دابا في هذا الاتجاه، باغي نفسه حتى هو. راه دابا الان في السنغال كيفرض على البنك المركزي الجزائري انه يشوف مع الوكالات اللي باش يدخل في السنغال وفي موريتانيا. يعني غير لو فيت باش تلقى بان النظام الخصم بغى ينهج نفس الطريقه نتاعك، عرف انك على الطريق الصحيح، عرف انك انه يحاول ان يقلدك ويحاول ان ينافسك، وهذا امر جيد لنا كمغرب. شكرا. برنوس نشوفوا واد اللبن، ماشي اللبن، قل كلمه واد اللبن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله عليك بغيف باش ندوزو دغيا. الله يحفظك. واد اللبن. سي رشيد، تحية ليك اخويا السي رشيد، تحية للسي برنوس، تحية للسي ياسير وللاخوة. عندي نقاط اخويا، شي 3 نقاط ولا 4 مهمين بغيت نهضر فيهم الا كان ممكن. ولكن بغياب اولا باش نمشيو ونوزعوا الكلمه، باش نعطيو لا شونس. ما يكون هي خاطرك اخويا العزيز. الله يحفظك. الله يكون هي خاطرك. الله يحفظك. اولا تعقيب على عبد القادر مول البيستاش اللي قال لك طلع واحد في اللايف وبيبدا يضحك على الدري اللي مريض. انا نشهد لكم امام الله وشفت انا اللايف مباشر بانه ياسر طلب من الناس، قال لهم عباد الله انا راه ما تنضحكش، انا هذا تندوي بالمعقول، عاونوا هذا الدري هذا باش ما سهل لكم سيدي ربي.
وجا الاخ عبد القادر دروكا تيتهجم عليه وقال لك راه تيضحك عليه وكذا. هذه نقطه. ثانيا بيت نسال واحد السؤال، علاش هذاك شنقريحه مني شد هذاك الوسام اللي عطاتوه فرنسا تاع الجندي الوفي ولا ما عرفت كيسموه، علاش سموه في الجرائد ديالهم شون غارنيي؟ واش هو سميتو شون غارنيي ولا شنقريحه؟ النقطة الثالثة اللي بغيت نهضر عليها هو أن الجزائر ديما تتقول بأن راه هي ماشي طرف في الصراع نتاع الصحراء الغربية المغربية، وتيقولوا وتتبجحوا بأن الصحراء الغربية الدولة المزعومة معترفة بها 80 دولة وعندهم تمثيليات سفارات ومكاتب عند هذوك الدول. شكون اللي كيصرف على دوك التمثيليات؟ إلا قلنا كل تمثيلية مثلا في كل دولة تمثيلية وحدة غادي يكون المصاريف ديالها في الشهر غير 10,000 اورو مثلا، نتاع الكرا ونتاع الناس اللي خدامين فيها وكذا مثلا، هي 10,000. ضرب هذيك 10,000 ضربها في 80 تمثيليه وشوف شحال غتخرج لك. غتخرج لك اسيدي في العام عندهم جايه لعشرات المليون هي باش يصرفوا على هاد التمثيليات ديال البوليزاريو، عشرات المليون كل شهر. شكرا واد اللبن. واد اللبن اخويا، واد اللبن. المعركه ما عرفتش علاش كنقول واد اللبن. هاجي واد اللبن مازال ما كملتش كلامي يا لا الاخ. خلي انا هي المعركه ديال المغرب مع العثمانيين. عرفت غير ما عرفتش كنقول في اوج قوه العثمانيين بقياده السلطان سليمان القانوني، جاو حاولوا يستعمروا المغرب ودخلت لهم ضربوهم، واللي بيزعم على المغرب يتفضلوا والسلام عليكم. شكرا تبارك الله عليك. سي نبيل خذ الكلمه خويا خذ. إخوة السلام عليكم. أنا الأخ رشيد البارح طلعت باش نوضح لك هذا الأمر، أنت كنت تفطر ما سمعتناش وجيت لقيتنا حنا مداوسين. بون هذاك فات من بعد نعاودو نطرحوه. أنا نجاوب على الأخ اللي قال لك الجامع الكبير يخدموا فيه مغاربة. الجامع الكبير هذا أنا بعيد عليا واحد ما با 1 كيلومتر. أنا شفت شركة صينية هي اللي بدات وعطات الخدمة للأتراك وما شفت حتى مغربي خدم. اذا كان بعد العيد كان ترميم باش حتى مغربي، هذوك لي كادر هذوك لي ديكور ديسان يجيبوهم للشينوا دي مول يخدموهم ويلصقوهم. التراك يخدموا لي زيليكتريسيتي لا بلومبري، اما الديكور هذاك واسمو يخدموه الشناوه يجيبوهم دي مول يخدموهم. هذاك سكيلتاج هذاك الزخرفه هذيك سي دي كادر دي مول ماهيش لا مخدومه باليد الاول. واذا كان بعد الترميم حكم هذاك المصري في الاخر ترميم برك على برا جاب خدامين مغاربه ما نعرفش انا ما نعرفش نقول للناس هذوك. هذا موضوع فتناه. اما اللي قال لك في الملعب قسم طينه ما خلوش المغاربه يدخلوا، هذا خطا وما كانش منها. هذا ما كانش منها. اللي جميع اللي جا مغاربه واش هي فصلوا فيهم ما دارهمش مع بعض. المغاربه يدخلوا من الباب هذه والجزائريين يدخلوا من الباب هذه، ما دخلوش في التريبين مخلطين. النقطة الثالثة واش حبيت نقول راحت لي كان تفوتني بزاف. كالعادة نبيل كالعادة. أنا يا أخي رشيد أنا متقاعد باك ومتقاعد من الجيش، باك تخرج عيان، تخرج مخك عيان، فهمت. أنا نحب ندخل باش نجاوب السيد على أنا أطلع لي الدرونة لا بطل كي يجيو الدرونات أنا لا بطل. الدرونجة الأخ رشيد دقيقة البارح ما سمعتنيش أنا واش هضرت. الجزائري الحر ربي يحفظك أختي ربي يحفظك. الأخ رشيد البارح أنت كنت تفطر ما سمعتنيش واش هضرت. جيت لقيتنا متحاكمين. معليش راني جاتني الفكره. شوف احنا عندنا 3000 مغربي هنا في الجزائر خوتنا ومرحبا بهم. اذا كان تعرضوا الشيء خطر هو سببهم هذو التيك توكيين اللي راهم يهضروا منا ومنهي. والله العظيم احنا ما نظلموش ما نتعدوش على المغاربه خوتنا، نقسموا معاهم الماء والخبز وما يظلمهم حتى واحد. اذا كان واحد ولا زوج، لكن اذا كان ظلموا سببهم هذو المغاربه الاستفزازيين اللي راهم يهضروا بواحد الطريقه فهمت. حنا ما نقدروش نهضروها. والنقطه الثالثه اللي قال لك الجزائريين ماشي مثقفين، شو اللي طلعوا حنا في الجزائريين مثقفين. ما الطبقه المثقفه كما قال لك الاخ ابرنوس الاخ قادر، تلقى واحد زوج قلال ماشي كاع مشغولين. الطبقه المثقفه ولا لي هوت نيفو
ما يدخلوش التيك توك، لهذا ندخلوا حنا بعفويه، ما نجيبوا ورقه، ما نحلوا اورديناتور، ما فهمت. هذه هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ رشيد بصح مازال الموضوع مطروح ماشي اليوم. شكرا السلام شكرا عليكم. شكرا. ربي يحفظك خويا، ربي يحفظك. دعفك الكلمة بعجالة لأنني مشغولة شوية. شوف تحياتي سارة نشوفوا كولايور واش يبغي ولا لا. سارة اسمحي لي. أكيد أنا بغيت غير نسلم بعد على ياسر. السلام عليكم سي ياسر، سي أبرنوس، السلام عليكم وتحياتي للجميع. سي ياسر خذ كلمة ولا تسمح لسارة كيف بغيتي. ديروا اللي بغيتوا، حيت انا الكلمه ديالي غتكون ختاميه. ضروري والله تبغيتها انا تكون ختاميه، والله تبغيتها تكون ختاميه. نتمنى السي ابرنوس ينزل قبل ما نعطي الكلمه، هذا طلب مني للسي ابرنوس. لا لا واش طلب ولا التماس؟ وطلب والتماس، ونزلنا عند الطراب ديال الصباط وقبلوه من تحت انا قبل ما لا 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 انا نبوس لك راسك يا سيدي وننزل. شكرا رشيد، تحياتي با رشيد، الله يحفظك ويكبر بك. صار الله يعاود قادر، تحياتي تهلا. يلا خي ياسر، مرحبا خويا، الله يعاود. انا ما كنسبش، انا لا كنقول له انا ما كنسبش. يلا ساره اكزاكتومون ما بغيناش السب، حنا بغينا شي حاجه اللي تكون راقيه كتليق بالمغاربه. السلام عليكم. اولا كلمتي غتكون مختصره غتكون يعني اسئله واللي عندي انا الاجابه عليها، وهكذا غتمشي للقضيه. بغيت اول حاجه، انا سمعت كانت الهضره على العائدات ديال المغرب، شنو قدم للاستثمار، شنو الاستثمارات ديال المغرب في افريقيا. نبغي نقول لك بلي ان كاين 14 دوله اللي مستثمر فيها المغرب، والعائدات قفزات من 907 ديال المليون ديال الدرهم الى 5 ديال المليار فاصل 400 مليون مليار ديال الدرهم. اذا فين هي الجزائر وفين هما الاستثمارات ديال الجزائر في القاره الافريقيه من غير شراء الدمام؟ لان شفنا انبوب الغاز الجزائري النيجيري وقف الاعمال ديالو، لان اوتوماتيكمون سحبوا الشركاء الصينيين لان ما بغاوش يمولوا المشروع، فبقى تماك ستاغني. والاوتوروت عندكم اوتوروت وحده شفنا ما كاينش تجديد، ما كاينش بنيه تحتيه، بقات الجزائر ستاغني في الوقيته اللي خلاتها فيها فرنسا. فما شفناش بانكم نتوما اللي جالسين كتقولوا على الاستثمارات، ما شفناش. ثاني حاجه كنهضروا عاوتاني على واحد السؤال صريح وواضح، كنشوفوا ديما الجزائريين كيتهجموا علينا في القضيه ديال التطبيع ديال المغرب مع اسرائيل او لا اعاده العلاقات الاسرائيليه المغربيه. سؤالي هو ماذا قدمت الجزائر لاسرائيل حتى اعترفت بها؟ نبغي نجاوب على هذا السؤال لان سؤالي شويه محرج، ما غيقدوش الجزائريين يجاوبوني عليه. الا هي عطات لها صحراء الركان باش دير فيها تجارب النوويه ديال ديمونه، فحتى جربته في الصحراء الجزائريه عاد داته اسرائيل. فهذا هو الشيء اللي قدمت به باش ان الجزائر اعترفت بها اسرائيل في الامم المتحده. ثاني حاجه، من كتهضروا على السياده والنخوه، قولوا لنا فين كانت سيادتكم ونخوتكم على 57 تجربه نوويه في صحراء الركان اللي داتها الجزائر من المغرب تقديمها في ديال يعني مقتطعه من طرف الاستعمار. ثالث حاجه وانا اهم حاجه اللي طلعت انني نهضر عليها هي كيفاش نتوما الجزائريين كتسمحوا لراسكم بانكم من جهه دفع الوطن ديالكم وانكم تضربوا باعراض المغربيات وتقولوا على المغربيات شيئا لم يكن فيه. ونرجعوا للاحصائيات الا بغيتوا عندكم الخاطر تسمعوا الاحصائيات، فالاحصائيات ديالكم عار وذل اننا نجبدوها في لايف بحال هذا وبحضور الاخوه المغربيين. فانا الا بغيتوا نعطيكم الاحصائيات يا با سوسي مع الامراض اللي تخلفت عليها واللي طالعين نتوما فيها. لا اوتوماتيكمون لان الاخ اللي معنا الجزائري مهمته الاولى والاخيره هو يضرب اعراض المغربيات. وثاني حاجه واخر كلها رشيد، لا ما غنضربش الاعراض، ما غنضربش الاعراض رشيد، ما غنضربش الاعراض، ماشي كلمه طبيعتي. ساره نعم تفضل. انا كيقولوا عليا قادر بزاف الحوايج، انا كيحترمني وكيقدرني وما كيسب حد وما كيجبدش الاعراض، وبالتالي انا كنسير غير اللايف ديالي بحال رئيس المحكمه كيسير غير رئيس الجلسه فقط. نعم يعني ما كيهمكش الاعراض ديال المغاربه، انت دابا عندي واتساب انا كيقولوا لي كتستقبلوا ما عمرني استقبلت انا عندي كتستقبلوا عندي. دابا انا سولتك السؤال، لا انت لو باترناليزم اللي كتمثل الاعراض، انت لافوكا بروميير ديال الاعراض المغربيه. انا غير سولتك دابا، لا ما تسولنيش دابا عندي انا
كنعرفك مزيان دابا جيتي تمثل علينا الوطنيه والدفاع عن الاعراض. انا دابا مع حيت غادي احترامك تهبطني دابا لا ما نهبطكش شي، ما انا ماشي شنو ديكتاتوري انا. الوطنيه كنمثل لا عليك؟ لا 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 كنسول لا سؤال. لا 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 ياسر لا لا شوف ياسر شوف مشهود عليها شوف رشيد، لا كولايور رشيد كولايور رشيد ياسر كولايور فوق راسنا، ياسر منين يجي الدور وطني. ديالك كولايور، منين يجي الدور ديالك وقول لي بغيتي اوكي انا بحريه غادي ومطلقه وصافي. اما هاد السيد كتستقبلوا كتناقشوا مرارا وتكرارا عند ما تيناقشوش رشيد، عنده كيناقشوا عند المنصه ديال اسعد الشرعي. ما كيهمنيش فين كيناقشوا، انا ما يمكنليش نبدا واش ما يوصلكش اخبار مغلوطه؟ باش ما لا يوصلكش لا 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 فقط متاكده مادام قلتي استعملتي السميه هكاك اللي وصلتني ونفس الكلمه اللي قلتي. تفضل ساره. واخا اخيرا وليس اخيرا نبغي نعرف، سؤالي واضح وصريح، ماذا تفعل في الجزائر وهي عندها تصعد 14 الوزير جاء مصحوبا مع ماكرون، 14 الوزير ورفيع المستوى كيهبط عندكم في الجزائر، وكنشوفوا ان ماكرون تخاذ بالاحضان يا وطني، مع العلم الشديد انه شنو دار. فما نساوش ان المغرب كيفاش قزم ماكرون وكيفاش خلاه اون انستانس ما قبلوش انه حتى يجي عنده المغرب، وكيفاش الاسد بوريطه خلى الوزيرة الخارجية الفرنسية انها تحط لو كاسك بوغ لا ترادكسيون، لانه ما رضاش يعطيها الخطاب ديالو بالفرنسي. فكنشوفوا ان هناك انبطاح شديد لفرنسا بالنسبة للجزائريين. فين هو النيف الجزائري هنايا، وفينا هو يعني العزه ديالكم والكرامه من كنشوفوا ان فرنسا ليومنا هذا تتحكم في مجالكم الجوي وتتحكم في سياساتكم، حتى وانه فرنسا عندما ارادت ايطاليا ان تاخذ الغاز بثمن بخس كانت التفاوض مع قصر الإليزي وليس مع قصر المراديه. هذه كلمتي وشكرا. شكرا ساره. كولايور خذ كلمه. والكلمة ديالي هي أنني أستغرب أنك تستضيف ضيفا تقول أنك لا تعرف من هو، ولا كنت قاضي خصك تكون عارف الماثل أمامك من يكون. كتقول بأنك ما عرفوش كيسب. لا شوف كولايور اما الموضوع ماشي انا. خذ الكلمه وناقش. ياسر ماشي انا ياسر كلمه ليك ياسر كلمه ليك الموضوع ياسر ماشي تصف لو تيم لو سيجي لا بيرسوناليزاسيون دو ديبا جو لام با. داكور رشيد. ياسر كلمه الله يحفظك. تفضل شخصنا في الحوار. لا تفضل ياسر كلمه الله يحفظك. ياسر ماشي تقصف، ياسر ادفن ولا تبالي. تفضل كولايور، تفضل مرحبا بك. وتفضل الشخص انا اتكلم عن عدو للمغرب وعدو. تفضل قول له انا كنهضر، خليني كنهضر. انا قول له ما تجبدنيش انا الشخص مول لايف ما تجبدوش. تفضل على كادر، تفضل قول الراي ديالك. كيفاش ما نجبدش مول لايف؟ ما فهمتكش شنو النقاش مع هذا السيد عاود غريب. هو فهمني كيفاش الموضوع ديالك. انا ما تقوليش ما تستضيفش وتيفا ما بوزي اللي غنستضيف ولا ما نستضيف. كولايور خذ الكلمه. الا جيتي باش تخلق هذا لو بوز وتخلق الصداع قولها لي باش نخليك لك ما تصادفش، انت حر. انا قلت لك ان اللي عندك من اعداء المغاربه وممن يسبنا ويسب اعراضنا ويسب مالكنا. تصادفوا ما تصادفوش هذاك شي حريتك انت. شكرا اللي عطيتيني الكلمه. ثاني حاجه، هذا السيد هذا اللي جاي كيهضر وكيقول الجزائر فيها الطب بالمجان، اليوم كنسمعوه كينادي لجمع الاموال لطفل. حنا غادي نساهموا مع هذا الطفل، ولكن السؤال عندي لماذا بن بطوش يعالج بالمجان وابن الجزائر لا يعالج بالمجان؟ لماذا ولاد البوليزاريو ولاو كيفتحوا المستشفيات خارج الجزائر؟ يعني الفلوس شاطت عليهم، ما بقاوش كيخموا العلاج، ولات عندهم الفلوس باش يفتحوا المستشفيات، وولاد الجزائر نخرجوا نطلبوا لهم باش يتعالجوا. انا الا قالها عليا انا مغربي، انا سيدي مغربي كتقولوا عندنا الفقر، عندنا الفساد، عندنا الرشوه، عندنا كل شيء. نتوما الدوله الضاربه، نتوما كتقولوا دائما ان العلاج عندكم بالمجان. اذا كان عندكم العلاج بالمجان دابا بنتوا بانكم كتكذبوا. هذا لا يعني انني ضد هذا الطفل. معوكش كولايور ما كنسمعوكش.
انا دابا كتسمعني؟ دابا كتسمعني؟ تفضل كنسمعك دابا، مسموع تفضل. الصوت. الصوت مزيان، أنا من تفضل. المساهمين مع هذا الطفل، ولكن تبين اليوم أن البوليزاريو عندهم الأولوية في الجزائر، عندهم الأسبقية في الجزائر، وولاد الجزائر خاصنا نجمعوا لهم باش يتعالجوا. هذا من جهة. من جهة ثانية، أبرنوس يعتبر أيقونة مغربية، لا يشرفه أن يجلس مع هذه الحتالة ديال توتو الذي يسب المغرب ويسب رشيد ما يطيح حتالة. انت حتالة لا أقل ولا أكثر. لا أكولايور نعم اكولايور الله يحفظك. راه ابرنوس كان كيناقش معاه هذه غير 5 دقائق ولا 10 دقائق. أبرنوس شغلو هذا، كانوا هذه الكلمة وانت كتقول لي لا يشرف، كتقول لا يشرف، هو شرفه وجلس معاه وناقشه. ما فهمت والو. أنا تنقول أبرنوس يمثلني كمغربي، وأن يجلس مع هذه الحتالة أنا كنتضر وطلبت أبرنوس. المرة الثانية ديال رشيد الحمد لله. اسكت ولا يتأدب بس. استاذ انت شنو عندك؟ سد الكاميرا ديالك ما توريناش حتى وجهك. يوميا تسب فينا وتسب في المغاربه، زعما انت مطور، انت قافز وكتقلب على اللايفات ديال المغاربه تدخل لهم. الا كنتي راجل دير منصه ديالك، الا كنتي راجل دير لايف ديالك، لان عارف ما عندك لايف، ما عندك منصه، ما عندك حتى شي حاجه. تابع للكابرانات تؤدي رساله ديالهم السب والشتم والقذف في المغاربه، لا اقل ولا اكثر. اليوم راك جاي تقول لو المغربي يعطيني ساميل والله ما انا واخدها منه، ودابا جاي تقول الا المغاربه غيساهموا ما كاينش مشكل. وتثبت معانا غتاخذ من المغاربه ولا لا عطاوك ساميل ما تاخذش؟ تثبت زقا في كلمه واحده، مابقاش تشطح. اليوم تشطح شطحه وغدا تشطح شطحه. البارح حيت كنتي في اللايف ديال الجزائريين والله ويعطيوني ساميل ما انا واخدها من المغربي. دابا ملي داخل اللايف ديال المغاربه ايوا ماشي مشكل الا ساهموا معنا حتى الخوت المغاربه. يلا حدد الموقف ديالك، يساهموا المغاربه ولا ما يساهموش؟ حددها دابا. تحياتي للمول لايف، رغم انك ما كتعرفوش. لا الا ما كتعرفوش اكثر من 100 مقطع يسب فيه المغاربه. كولايور اسمعني. انا الفلسفه ديالي في الحوار كنناقش الاصدقاء وكنناقش سيرتو الاعداء. نناقش الاعداء. هذه وجهه نظري، يمكن ما تعجبش الاخوان. انا ما تعجبنيش، انت حر. انا اؤمن انا اؤمن بالحوار وخاصه الاعداء. كنفضل نتحاور مع الاعداء انا. اما الصديق بحال كولايور، ولكن رشيد سمح لي نقاطعك. الاعداء من تيكونوا شرفاء ونزهاء، الاعداء اللي كيجيك للوجه، لان العداوه فيها شرف وهذا ليس له شرف، هذا يسب اعراض المغربيات، بينما ان الجزائريات هناك احصائيات يندلها الجبين. أثار راه كاين الحرب وكيقتلوا فيه الملايين، وكاين شي حاجه اخبث من قتل الملايين وكيجلسوا مع بعضياتهم. نورث افريكا، خذ الكلمه. السلام عليكم. ميم انني خدام وحبيت نتكلم خوتي. تفضل. وطلعت يعني والله شوف لا حبيت نتكلم على لافير تاع الطفل عماد. يعني صراحه سي سا كوت 128 cas normalement pour l'état en Algérie راهي ماهيش حاجه يعني كبيره. و j'espère que l'état ou bien le régime تاع تبون il prend en charge les soins تاع l'enfant عماد، بما انه يعني قدر انه يتكفل بالمصاريف نتاع الجماعه تاع البوليزاريو تاع الزعيم تاعهم